على الهواء مباشرة الآن راح نشوف معاكم بعض لقطات من تدريبات المنتخب الكوري السوري. أنا قلت الكوري؟ أوكي السوري. هذا المنتخب السوري، هذه لايف على فكرة يا جماعة، من تدريبات، لأنه أول ربع ساعة مثل ما أنت خابر طبعا، أنت سيد العارفين أنه أول ربع ساعة أكثر واحد يكرهونه أيوة تكون مفتوحة وبعدها تتسكر. فهذه من بداية الإحماء، الجري البسيط، وكل التوفيق إن شاء الله لنسور قاسيون اللي وصلوا إن شاء الله، والله يوفقهم فيما هو قادم. بس السومة مكان مبين. السومة أكيد، مو بلاني عرباوي. اوكي زين. بس لاعب بحجم هو ومحمود المواس اثنين من الخبرات اللي يعني كوبر استغنى عنهم. لعيبه بهذا الحجم اكيد لهم تاثيرهم على الفريق السوري، اكيد احنا نتمنى لهم التوفيق. لكن اثنين راح يكونون يعني في حال لا سمح الله خرج المنتخب السوري، فاكيد اصابع الاتهام راح تتوجه حق كوبر بسبب استبعاد اثنين من ابرز اللاعبين. يعني احنا ما نبي ندخل كثير في هالموضوع، لكن انه يكونوا موجودين في التصفيات، يا دوب اخر مباراه في التصفيات وقدموا اداء جيد، تطلع على القائمه من غيرهم، فعلامه استفهام. في النهايه هم ادرى بالشان الله اعلم. يعني ما ادري هيكتور كوبر او في كلام او يعني فنيا شفناه، اكيد في امور اداريه يعني ما نعرف صراحه.